أنا اللي بعدت عيالي عن أهلهم، أنا اللي فرقت بينهم. من هم صغار عيالي إذا بيتضاربون مع عيال حد من العيلة كنت على طول أتدخل بينهم وأقول لهم لا تلعبون معاهم، لا تكلمونهم، قاطعوهم. وإذا تكرر الزعل أرجع أصارخ عليهم وأقول لهم أنا شو قلت ويلا حذفوهم من مواقع التواصل. وطبعا يسمعون كلامي وخلاص، خذوها عادة مع أي حد يتضارب معاهم على طول يقاطعونه. وكنت أقول لزوجي عن مشاكل العيال يقول لي لا تهتمين، أرد عليه لا، عيالي ما يغلطون، عيالي ما يقولون هالكلام، عيالي ما يسوون شيء، عيالهم هم الغلطانين. وعرفت اني انا السبب، انا كنت اتدخل بينهم، انا فرقت بينهم لين صاروا بروحهم ما حد معاهم. وعرفت ان هذا كان اكبر غلط غلطته في حق عيالي. وتذكرت لما كانوا يقولون لي تراهم يا هاد بيتراضون، لا تهتمين، لا تدققين، لا تعملين راسك. ما كان يعجبني كلامهم ابد، لكن نصيحة من ام لام، لا تتدخلين بين الاطفال، خليهم يحلون امورهم بينهم، هم اطفال بتنحل في ثواني. لا تعلمينهم الحقد، لا تعلمينهم يشلون في قلوبهم وهم صغار. ومع مرور الزمن شفت عيالي ما حد معاهم، بس أصدقائهم، وهم مش من العيلة، هم أصدقاء فقط. وفكرت وكنت أحاول، بس خلاص مرت السنوات وشفت عيال العيلة في الحفلات والمناسبات الكل مع بعض إلا عيالي بروحهم. وكل مناسبة كنت أزعل وأتحسر عليهم، بس خلاص. وكانت هذه حلقتنا من بودكاست قصة وشاي. وتعالوا نشرب كوب الشاي، وتذكروا إن ما في أحد كامل. لا تقولين عيالي ما يغلطون، عيالي ما يقولون هالكلام، عيالي مرباين. ترى ما حد كامل غير رب العالمين سبحانه وتعالى.